يوتيوب عاملين ايه؟ فكرة فيديو النهاردة يا جماعة فكرة حلوة جدا، لان انا هوريكم حاجات انا اشتريتها حلوة قوي وهتعجبكم، وبما ان انا خلاص بدأت استخدمها وكده فعشان تستفيدوا. وقلت كمان افصلكم شوية بقى من جو الموتيفيشن بقى وتحفيز واحنا لازم نكسر الدنيا وهنذاكر وهنجيب 99% والكلام ده كله. اول حاجة يا جماعة دي مسكرة ان طبعا يا جماعه ده مش اعلان، انا بس بقول حاجات انا جربتها وعجبتني. تمام، عجبتني جدا، هي حلوه. بصوا هي دي، انا بصراحه دي ثانيه واحده انا هقول لكم دي بتدي افكت عامل ازاي. بصوا هي عامله كده، تمام. دي تنفع اكتر واحده تكون رموشها تقيله، تمام، واحده تكون رموشها تقيله وهي تحطها هتطول لها رموشها، لكن لو واحده رموشها طويله هتطول لها رموشها قوي. تمام، زي انا كده، انا رموشي عشان طويله فطولت لي رموشي جدا، بس حلو يعني. تمام، اللي عجبتني اكتر لان حسيتها مناسبه قوي لرموشي هي ان الزرقاء، بما ان دي بتكثف الرموش اكتر، بما ان انا رموشي طويله بس بالكثيفه اللي هي دي. تمام، هوريها لكم كده. انا اوريدي بدات استخدم منهم، شكلها عامه ان سواء البرتقاني او الزرقاء او الانواع بتاعتهم كلها بجد حلوه وثباتها رهيب. يعني انت ممكن تخرج او ايا كان بتاخد وقت طويل جدا وثابته زي ما هي نفس الشكل، فدي حاجه كويسه جدا. بعد كده بقى يا جماعه ماشي، احنا خلاص كده ايه، جبت كمان مانيكير اللي انا حطاه ده اهو. يولو، طبعا يولو كوزماتيكس ده احسن يعني نيل بولش او مانيكير للضوافر، يعني كويس جدا ومش بيخرب الضوافر وحلو قوي، حلو قوي بجد. طبعا مش اعلان، مش اعلان اهو، انا بقول تاني. وجبت تنت برضو استخدمت منه، تنت الملكة، عارفة اللي هم التنتات اللي هي بتتباع عادي دي. جبت ده كمان، ده بقى اللي هو عارفة حاجات التايلاندي والكوري والياباني وكده اهي. التنت ده بجد حلو قوي على فكرة، ريحته هتحسي انك عايزة تاكليه. ماشي، جبت كمان بودي سبلاش يا جماعة اهو. بصوا انا جايباه ده ب50 جنيه، هو ثباته مش احسن حاجة، ولكن يعني بيدي ريحة حلوة. فهو حتى لو هتحطيه بره مش بيبقى ريحته باينة خالص، بالعكس هو بيدي كده ريحة بسيطة خالص. تمام، لان ده مش الاوريجينال اساسا يعني بره المقاطعة. ماشي، الشنطة اللي كانت طالعة موضة الفترة اللي فاتت جدا وبصراحة عجبتني جدا. انا مش من النوع اللي هو بيحب يشتري اي حاجة ترندي، لانه مش اي حاجه ترندي تبقى حلوه، ولكن دي عجبتني جدا وحلوه استخدم في ايه وكده. بس الصراحه يا جماعه انا مش عارفه، قولوا لي في الكومنتات، بس هو ما عملش معايا اي حاجه يعمل فيها الافكت وكده خالص، يعني ما مش عارفه، ما نفعش معايا دي. واكني فري ما استخدمتوش بقالي فتره طويله، فما نسيت اساسا الافكت بتاعه كان عامل ازاي، بس بظن ان هو ما عملش معايا برده فرق كبير جدا. وكنت جايبه، بما ان انا بصوا يا جماعه انا اكتر حاجه بركز عليها في الميك اب بتاعي وستايل الميك اب بتاعي يعني العين. تمام، فبجيب ماسكارات كتير وكحل كتير جدا، وان شاء الله هبقى اعمل لكم جزء تاني من مشتريات الحاجات اللي انا جبتها وكده. جبت لاش برنسس، بس المشكله ان انا ما جبتش الزرقاء، جبت الخضرا، يعني كان اول مره اجيب ماسكارا يعني في حياتي وكده. فدي للاسف مش ضد الميه، تمام، فكانت بتسيح، يعني كانت يحصل اي حاجه تسيح. تمام، لكن هي عامه حلوه جدا، يعني لو هتحطيها مع لوك ميك اب او كده من غير ما يكون يعني مش عايزاه ثابت الرموش وكده، فدي حلوه جدا. اوريكم انا جبت من دي 2 على فكره، دي وواحده تانية هوريها لكم دلوقتي. تمام، اوريكم. جبت ده كريم زوميدر. الكريم ده يا جماعه على فكره بجد والله حلو جدا للحبوب، لان انا كنت بصراحه بعاني من حب الشباب جدا، فبجد بيخلي يعني الحبايه بتتقشر وحجمها بيصغر خالص، يعني هو بجد فعال جدا. تاني حاجه كنت في الشنطه معانا مش فاكره ده كان لونا تقريبا، انا مش عارفه ده بره المقاطعه لا، بس انا جايباه من يعني من تقريبا من سنه او حاجه زي كده، وقعد معايا فتره طويله. تمام، برضو تنت تاني ده انا الصراحه مستخدماه يعني، بس قلت اوريكم برضو كمان، لازم تعملي بيه بسرعه على طول عشان بيلزق، بس هو حلو جدا يعني.
بما ان انا بحب التنتات، محبش البلاشر دهنيه، لو حطيت بلاشر باودر وشه بيمتصه، اللي هو انا كاني ما عملتش اي حاجه. او حتى عارفين اللي هو البلاشر بتاع مايت سينما الكريمي برضو بشرتي بتمتصه، تخيلي بتمتص البودره والكريم. فما ببقى محتاجه الاول مثلا كونسيلر او فاونديشن كريم اساس وكده، او الكريمي يثبت على. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانا متاكده ان انتوا اكيد مبسوطين ان انا اخيرا طلعت لكم شويه من جو التحفيز والمذاكره والكلام ده كله.